عارفين كده لما تبقوا محتاجين عجينة واحدة كده سحرية تكون نتيجتها مضمونة وسهلة، مكوناتها بسيطة قوي، اقدر اعتمدها في كل حاجة، تديني معجنات حلوة جدا، حلو حادق، تنفع للفطار جدا ولللانش بوكس. هنعملها بمنتهى السهولة والبساطة، والاهم من حاجة احنا معظم الناس بترميها لما بتحصل معاهم، يعني مش كلهم بس في ناس بترميها، اللي هو اللبن لما بيبوظ او اللبن قاطع. هنعمل احلى تشكيلة معجنات زي ما انتوا شايفينها كده، حلو وحادق في منتهى الجمال. يلا بينا نشوف هنعمل ايه، وضروري لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير. زي ما قلت لكم ان انا كان عندي يعني لسبب ما انا مش عارفاه، يعني مع ان الجو دلوقتي بقى كويس، انا طلعت كيلو لبن اغليه لقيته زي ما انتوا شايفين قطع كده. فقررت ان انا بقى ايه، قلت يعني عادة لما بيحصل معايا حاجة زي كده، طبعا هو ليه استخدامات كتيرة، فطبعا في ناس بترميه وفي ناس بتحس انه فسد. لا، انا ممكن استخدمه ان انا ببساطة هتعامل معاه، هرمي عليه شوية دقيق وهيطلع لي احلى نتيجة. انا جبت اللبن الدافي بتاعي، اللبن بعد ما غليته سبته لما يهدى ويبقى دافي، حطيت عليه معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وبدوبهم مع بعض. عايزه اقول لكم هتاخدوا عجينه في منتهى السهوله، مكوناتها بسيطه واقتصاديه جدا، وهنطلع منها كذا حاجه تنفع الفطار الصبح وللولاد في اللانش بوكس. انا معايا هنا تقريبا حوالي كيلو دقيق، هكتب لكم المقادير بالظبط. اللبن ده اقل من كيلو لان خدت كوبايه كده شربتها، وانا حطيت اللبن اللي عليه الخميره والسكر، والدقيق كان عليه رشه ملح، وحطيته كله مباشره على طول زي ما انتم شايفين، مش بالتدريج ولا اي حاجه، وبقلب بالمعلقه الاول، ودي احسن طريقه للعجن واسهلها. وهحط دلوقتي نص كوبايه كبيره من الزيت. عجينة سهلة جدا واقتصادية، وكل مكوناتها عبارة عن دقيق، شوية ملح، نص كوباية زيت، واللبن القاطع. تقدروا تستخدموا لبن حليب بس، او تستخدموا لبن دافي، او حتى مية بس. هي الفكرة يعني ان البطل بتاعنا النهاردة ان لما يحصل معانا موقف زي كده نقدر نستخدمه وناخد منه احسن نتيجة. انا عملت العجينة معاكم اهو على ايدي من غير عجان عشان اوريكم قد ايه نتيجتها ممتازة. اظن باين جدا ان العجينه هتطلع طريه جدا وهشه زي القطن. قعدت اعجن فيها بقى لحد ما هتلاقوا الطبق، طبعا هي كده لمت بس محتاجه طبعا تتخدم شويه. قعدت اعجن فيها حوالي 5 أو 7 دقايق بايدي كده لحد ما الطبق نضف خالص تماما، وايدي بقت نظيفه زي ما انتم شايفين العجينه باينه جدا انها يعني فعلا فعلا طريه خالص وزي القطن. وسبحان الله، مع ان شويه الدقيق اللي حطيتهم بالظبط ما خدتش لا زياده ولا اقل ولا زودت اي حاجه بعد كده. على ما العجينه تخمر نعمل مع بعض اسهل صلصه بيتزا واسرعها. معلقتين زيت على معلقتين صلصه، ملح وفلفل بصل وتوم باودر وزعتر. هسيبهم بس لحد ما يتسبكوا كده مع ربع كوبايه ميه، وبكده عندي اسهل واسرع صلصه بيتزا. بعد ما العجينة خمرت زي ما انتوا شايفين كده، خدت حوالي ساعة، شايفين بقى خمرت وملت الطبق كله. حقيقي حقيقي كانت يعني طرية جدا وريحتها حلوة قوي. خلاص هقسم العجينة، يعني ايه، انا هقسمها دلوقتي قدامكم 2، يعتبر هقسمها على 3 حاجات لان انا هطلع منها 3 اشكال. انا عايزه اعمل الفيديو النهارده يكون اقتصادي جدا جدا، نتصرف باللي عندنا في البيت، ويعني مش هنشتري اي حاجه من بره، وهتطلعوا النتيجه ممتازه. قسمت العجينه على 2 دلوقتي، والجزء اللي قدامي ده برضه انا كنت قسمته عشان هوريكم هنعمل ايه. جبت جزء من العجينه، هنعمل اول شكل اللي هو الميني بيتزا. كل اللي انا بعمله ان انا بفردها كده، بس بفرد العجينه، هي اصلا طريه جدا حتى ما كانتش محتاجه والله اي حاجه. فكل اللي انا عملته ان انا فردت العجينه بتاعتي، وجبت اي حاجه مدوره، دي اللي هي البصامه بتاعه الكحك، بتاعه كحك العيد، اي حاجه مدوره عندنا تدينا المقاس بتاع الميني بيتزا. هقطع بقى الميني بيتزا بتاعتي بمنتهى السهوله، هتتقطع. عايزه اقول لكم الشغل فيها ممتع جدا وسهله وبسيطه، وبتدي كميه كويسه جدا. انا خليت الجزء الاكبر من العجينه عملته ميني بيتزا عشان ده كان المطلب الجماهيري الاكتر يعني. وهجيب صاج مدهون دهنه خفيفه قوي من الزيت، وهبدا احط البيتزا بتاعتي، هحطها كده. وبعدين هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي.
رصيتها كلها في الصاج، ولازم ما تنسوش الخطوه دي نخرمها بالشوكه لانها هتنفخ، والا هتلاقوها قلبت بقى، هتبقى عامله زي الكايزر كده، فلازم تخرموها. هحط الصلصه الحلوه بتاعتنا، شايفين تقيله وريحتها بتبقى حلوه جدا، عامله زي الصلصه الايطالي بالظبط. معلقه كده على كل بيتزايه. بصوا بقى، انا حابه اعملها زي بتاعه الافران اللي بنشتريها من الفرن بالكيلو. انا لا كان عندي موتزاريلا ولا كان عندي اي حاجه، ولا عايزه اكلفها اي حاجه. انا كل اللي كان عندي في البيت فلفلايه، والله دبلانه واحده اللي كانت موجوده ساعتها، فلفلايه رومي، وحطيت عليها طماطمايه وشويه زيتون وحتتين جبنه رومي كانوا موجودين، ضربتهم كده شايفين حشو ابسط من البساطه يعني. قطع اهو طماطم مع فلفل مع زيتون، وفي الاخر هقفل بشويه جبنه رومي مبشوره، يعني حتتين كده كانوا حيرانين، خدتهم بشرتهم او ضربتهم كده ضربه بحيث يبقوا مبشورين زي ما انتم شايفين، وهحطها على البيتزا. شايفين بقى شكلها والوانها مبهجه جدا، وفعلا ريحتها كانت حلوه قوي. سبتها بس 5 دقايق عشان يدخل لها هوا وتخمر بس كده تاني، عشان تبقى من جوه هشه ومفرغه. هتدخل حوالي، بتاخد من 10 12 دقيقه على درجه حراره 200. نعمل تاني شكل بقى على ما البيتزا بتاعتنا تستوي. ده البوريك برضو اللي بنجيبه من الافران. قطعت العجينه قطع او كور صغيره كده، ودي جبنه بيضه برضو اللي كانت موجوده في التلاجة، يعني معظمنا بتبقى موجوده الجبنه البيضه البراميلي اللي هي بتبقى شويه ناشفه كده، مش جبنه العلب. احلى طعم واحلى نتيجه وما بتخرجش بره العجين. هحط قطعه من الجبنه، طبعا تحطوا بقى عليها اي، ممكن تزودوا لها اي اضافات انتوا عايزينها. بقفل بس على العجين في الاول كده، وفي الاخر بقفلها كده زي رغيف الفينو الصغير. وادي تاني شكل اللي هو البوريك بتاع الافران. اداني هو صينيه كويسه جدا. والباقي بقى كان انا عملت صينيتين كبار من الميني بيتزا، وهنشوف هنعمل ايه دلوقتي. دهنتها بفرشه كده من اللبن، مفيش لبن، شويه ميه وسكر. ايوه، ميه وسكر هتديكوا لون حلو قوي. انا ما حبيتش احط لها بيض ولا اي حاجه عشان ما يبقاش فيه ريحه كده ولا كده. برضو هتدخل الفرن، هتاخد حوالي 10 12 دقيقه على درجه حراره 190 ل 200 حسب الفرن بتاعكم. تمام. تالت حاجه وتالت شكل بقى نعمل الحلو. اخر جزء من العجين هنقطعه بقى بسكينه او بايدينا، نحاول قطع على قد ما نقدر تبقى متساويه كده. هنعمل خليه القرفه والسكر دي بقى، هيبقى الحلو بتاعنا. المفروض ان الخليه دي بتتحشي جبنه كيري. طبعا احنا عايزين نعمل حاجه اقتصاديه، واحنا الفتره دي مقاطعين شويه المنتجات دي، فانا قررت بدل ما اسيبها ساده هحشيها كمان من جوه قرفه وسكر. الطبق ده فيه قرفه وسكر ومعلقه من الكاكاو المحلى بتاع الاطفال، ده لو موجود. مش موجود خلاص، هو كان عندي اصلا. فبدل ما نحشيها جبنه كيري، لا انا هحشيها زي القرص اللي بنجيبها برضو من الافران اللي بتبقى محشيه قرفه وسكر، وهقفل عليها كده وهرصها كلها في الصينيه. وقبل ما ارصها طبعا هحطها في طبق القرفه والسكر، هرصها بقى واكمل الصينيه ونشوف هنعمل ايه. هنكملها كده بالطريقه دي، وبرضو ندخلها الفرن، ما بتاخدش اكتر من ربع ساعه. تمام. ما تنسوش بس تحطوها في طبق السكر قبل ما نحطها في الصينيه. ده شكل البوريك اما طلع ما شاء الله. يعني ريحته كانت حلوه جدا، مدفيه البيت. ويعني طبعا يعني عايزه اقول لكم قبل ما اشيله بالصينيه كان بيتاكل منه. لونه حلو قوي وزي القطن، وريحته فعلا جميله جدا. وادي الميني بيتزا طلعت لك الكميه دي، طلعت لي كميه كويسه جدا من كيلو دقيق. تسويتها حلوه قوي من تحت، وفعلا زي القطن كانت سخنه. هوريكم بقى الخليه بتاعت القرفه والسكر اهي، طلعت لسه طالعه حالا، كانت مولعه. والله كانت عندي ما اشتريتهاش حتى، دي كانت حتى بقى لها فتره، لو تلاحظوا لونها بقى يعني شبه الكراميل شويه. ده لبن مكثف. وهقول لكم البديل بتاعه لو مش موجود خالص، ممكن نحط كوبايه لبن معها سكر وفانيليا ومكعب زبده، ونضربهم في الخلاط كويس جدا، و نسقي بيها الخليه. لو كانت الخليه دي محشيه جبنه، ممكن ساعتها نسقيها بشربات عادي جدا زي بتاع الحلويات الشرقي. بس كده وخلاص انا سقيتها. عايزه اقول لكم دي بقى ريحتها كانت حاجه تانية، فعلا ريحتها حلوه قوي 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 قوي.
ادي الكميه اللي طلعت لي، كميه الحمد لله كويسه جدا من كيلو دقيق، من حاجه يعني في بعض الناس بتتخيل ان احنا ممكن نرميها او ملهاش استخدام. فعلا لما بيبقى اللبن الرايب او عندك لبن قطع او كده بتدينا نتيجة حلوة جدا. ولو مفيش عادي ممكن نعجن بمية، عجينة اقتصادية مكلفتناش اي حاجة. حتى الميني بيتزا عملناها بمكونات من البيت، ولا حطينا موتزاريلا ولا اي حاجة، اللي في البيت اتصرفنا بيه. تنفع جدا لفطار الصبح، لللانش بوكس، تاخدوها بقى للولاد في المدرسة، تاخدوها الشغل. لطيفة جدا وجميلة وهتعجبكم جدا. ادي الكمية كلها، اتمنى يا رب تجربوها وتقولوا لي رأيكم. ولو محتاجين اي سؤال انا معاكم، هكتب لكم المقادير كلها تحت الفيديو. واهي ادي الخلية دي، وهوريكم كمان دلوقتي، هفتحها لكم شكلها كمان من جوه كانت دافية. بصوا بقى من جوه هشة جدا وطرية ازاي. بصوا بتتقطع بالمعلقة يعني، والقرفة بقى من جواها كده حاجة ريحتها عاملة زي السينابون برضو. اقتصادية جدا، ولا حشيناها كاري ولا جبنة ولا اي حاجة من دي خالص. يلا ممكن تقوموا تجربوها وتعملوها بقى دلوقتي. جربوا العجينة دي، تقدروا تعتمدوها حلو وحادق، هتنفعكم جدا جدا. اول ما تتزنقوا في اي حاجة تحشوها اي حاجة الموجودة عندكم. وشوية من اللبن بقى المكثف، طعمها فعلا حلو. انا حطيت هنا كمان جربتها، حطيت عليها صوص شوكولاتة، ده كان جاهز عندي برضو. هوريكم بقى شكل القرفة من جوه، حشو القرفة والله طلعت كمان يمكن احلى من الحشوة الجبنة. بصوا بقى شكلها من جوه عاملة ازاي، ممتازة وطرية، وهتديكم نتيجة في منتهى الجمال. يلا ما تنسوش بقى اللايك، ضروري ضروري بيفرق معايا. ومستنية رأيكم في الكومنتس، واي سؤال انا معاكم. جربوها.